دخل شهر 5 ما عادش فيه غير شهر على الامتحانات. طب اعمل ايه؟ فكانت في الفكره برضو اللي جات لي ان انا اعمل جدول تاني الم بيه شهر، وده كان اطول جدول اعمله، مدته 30 يوم بدايه من 1/5 لغايه 30/5 قبل الامتحان. وبرضه وقعت في نفس الغلطه ان انا ما كنتش بمشي على الجدول مظبوط، يوم يوم لا، يومين تمام، يوم في نص نص. بس برضه كرم ربنا كان معايا ان انا اكثرت من الدعاء، عملت كل اللي في وسعي، فالحمد لله ربنا كرم. وكان اول امتحان عندنا كان امتحان فقه يوم 1/6/2024، كان ماده فقه. مش عايز اقول لكم ان انا في اليوم ده جيت احل امتحان فقه ما عرفش احل، مع انه كان امتحان يعني تافه او سهل، مع ان انا حالل قبله 30 امتحان مع والدي او عمي كله تمام، ويعني انا الحمد لله داخل المفروض اقفل شرعي. فطبعا قلق وتوتر جامد، طب انا ازاي هدخل احل في الامتحان؟ وكان هنا بقى الفرج من عند ربنا، اللي انا هديت هي خلاص الامتحان لسه عليه ساعتين او 3، حليت او ما حليتوش انا داخل الامتحان باللي معايا، وانا واثق ان شاء الله ربنا هيكرمني. عاوز اقول لك حاجه بقى بمناسبه اللي هي الحاجات اللي بتطلع كتير، يقول لك الغش في الامتحانات والسماعات والكلام ده كله. بص يا صاحبي، انت لو داخل معتمد على الغش، حتى لو وصلت فانت هتبقى وصلت مكان انت ممكن ما تقدرش تكمل فيه، ولو كملت فيه هتحس بنقص ان انت ما حصلتش على الحاجه دي بمجهودك. انا ما بقولش مثلا ان الامتحانات عندنا كانت كلها تمام وكله انتظام بس يعني كان في ضربات، بس انا ما كنتش ادخل ماده غير وانا واثق من نفسي ان شاء الله ان انا اقدر في الماده دي احل من نفسي في كل حاجه. فلو حصل حاجه من بره بقى، حاجه عارضه مش بتاع، ما كانش بيأثر معانا، ممكن نراجع منه. فالنقطه دي حاول اعتمد على نفسك، ما تعتمدش على بقى يعني الحوار انك تدخل معتمد كامل على الغش والكلام ده كله، لان صدقني هيضيعك. وفي نفس الوقت انت ممكن لما تدخل كليه مش بتاعتك ما تكملش فيها، وممكن تكون عقاب ليك اكتر ما تكون نفع. فادخل بمذاكرتك، باعتمادك على ربنا، بثقه اهلك فيك، بدعاء والدتك، وصدقني هتوصل. هي الرحله كانت اطول من كده بكتير، بس مش عاوز اطول عليكم. بس حابب اقول كلمه في الاخر، ان المراجعه النهائيه ما هي الا طريق جديد في هدفك. الثانويه يا جماعه ما هي الا هي خطوه في بدايه طريق انك تكمل حلمك وتكمل مستقبلك. فلو خدت الخطوه صح هتكمل صح. زي ما قلت لك هتقع ماشي، مفيش مشكله، كلنا بنقع في سنه اولى كليه وبتاع، بيحصل كتير، بس انا بدات صح، خدت الخطوه الاولى صح، كمل، عافر، انت قدها، وعافر عشان حلمك يستاهل، عافر عشان نفسك انت تستاهل، عافر عشان اهلك يستاهلوا ان هم يشوفوك في اعلى المراتب، والدك يستاهل ان هو يفتخر بيك، يفتخر ان ابني دكتور، ابني مهندس، ابني حتى محاسب، مش تقليل من اي كليه والله، بس حط حلمك قدامك، حط هدفك قدامك. عايزك تعزل نفسك عن الدنيا خالص الشهرين دول، تبعد عن اي حاجه ممكن تلهيك، سوشيال ميديا، ممكن صاحب يدلك لحاجه وحشه، ابعد عن كل ده. خلي وقتك في الطاعه وانك تذاكر. لو مذاكرتك ما كانتش على التليفون افصل التليفون، طب لو مذاكرتك على الفون لا كمل، بس تحاول تبعد اي حاجه عن اي حاجه تشتتك. بحبكم في الله، ربنا يوفقكم جميعا، وان شاء الله في اخر السنه انت اللي تحكي قصتك وتبتسم وتقول انا وصلت، انا هنا. احب اقول لكم في الاخر، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابه. وربنا قال إنا خلقنا الانسان في كبد، فاتعب وحاول على قد ما تقدر تكمل وما تستسلمش ابدا. مراقم هتقدر ان شاء الله تجيب كل اللي راكمته من غير اي حاجه ان شاء الله تكون ناقصاك، بس انت كمل. وانا ان شاء الله اكون معاكم على جروب التليجرام، ويعني لو حد حابب نصيحه ولا حاجه، مع ان انا اقل من ان انا انصح صراحه. بالتوفيق لكم جميعا، كان معاكم احمد البغدادي.